مساء الخير. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، ناس كتير قوي سالتني فيه على البرايفت، وهو ليه دكتوره ما عندناش القدره على فعل اي شيء الفتره دي؟ ليه حاسين ان احنا مش قادرين نقوم نعمل اي حاجه؟ عايزين نقعد لوحدينا، حتى ممكن الموبايل مش قادرين نقوم نرد عليه. هل يا ترى ده اضطراب نفسي ولا ده اضطراب عضوي نروح ونكشف؟ في الحقيقة في طبعا اضطراب نفسي، وهو الاكتئاب الموسمي أو اضطراب التقلب المزاجي الموسمي، وهو السيزونال افكتيف ديس اوردرز. والاضطراب ده واحد من ضمن اضطرابات كتير قوي قوي وسط اضطراب المود أو مع اضطرابات المود، وده بيكثر في شهر 10 11 12 1 2، وممكن يكمل معانا لشهر 3، يعني فترة الشتاء كلها. ودوت بيكون ناتج لان مادة السيروتونين في المخ بتقل تماما بسبب عدم تعرض الشخص للشمس الفترة الكافية اللي الجسم محتاجها، لان احنا عارفين ان الساعة البيولوجية بتختلف تماما في الشتاء، فليل الشتاء بيكون اطول، ففترة تعرض الشمس للشخص بتكون اقل، فمادة السيروتونين بتقل في المخ، فالمود بتاع الشخص بيقل تماما وبيكون موده مقريف خالص وبيحصل اكتئاب. طيب ايه هي الاعراض؟ الاعراض كتير جدا، بس اهم الاعراض اول حاجه ان هو بيكون مش قادر ياخد نفسه، حاسس ان في حاجه طابقه على نفسه، مش قادر يتنفس، مخنوق، يقول انا حاسس ان انا مش عارف اخد نفسي بارتياح. دي رقم واحد. رقم 2 مش قادر يعمل المهام اليوميه العاديه اللي هو بيعملها كل يوم، زي مثلا ان هو يقدر يقوم يروح شغله، يقدر يقوم يشرب كوبايه القهوه مثلا في البلكونه زي ما بيعمل، يروح النادي، يعمل الرياضه المحببه ليه، مش قادر يعمل اي حاجه من دي. تالت حاجه تكسير في الجسم كله، وخصوصا عند السيدات، وخصوصا في المفاصل بتاعتها تعبانه جدا، وحاسه ان هي مش قادره تتحرك خالص، ومش قادره ان هي تقوم من على السرير، وحاسه بتكسير في كل اجزاء الجسم. حاجه مهمه كمان ان هو مش بيقدر يضحك، مش عايز يتكلم مع حد، حتى الموبايل مش قادر يرد عليه، مش قادر يعمل النشاط اليومي العادي. يعني مثلا لو سيده ربة منزل مش قادره تقوم تعمل الاكل وتغسل مواعين وتوضب الشقه وتاخد بالها من الاولاد، مش قادره تعمل ده ومش عايزه تعمل ده، وبتلجأ للوحده والانطوائيه والعزله. طيب هل يا ترى ده كده احنا في مشكله؟ طبعا، ولازم نعرض نفسنا لاخصائي نفسي او دكتور نفسي. علشان كده انا فعلا عندي الاضطراب الاكتئاب الموسمي، والاول بعمل تحاليل واشعاعات عشان اشوف هل يا ترى ده ليه اسباب عضويه ولا لا. لو مفيش اي اسباب عضويه وعملت كل التحاليل والاشعاعات وطلع مفيش اي حاجه، بلجأ للاخصائي النفسي. شكرا ليكم، منتظره كل اسئلتكم وكل استفساراتكم، وان شاء الله انتظروني في الفيديو الجاي. شكرا.